فيديو المرة دي حساس شوية، وعارف ان اي حد فينا مر بيه، يعني بنسبة 99.9 كلنا مرينا بالموضوع ده. انا خلصت، شفت الكورس، بقيت بعرف اشتغل كويس، عملت بروجكتس وضايفهم في السي في عندي. لكن انا عمال بقدم على شغل ومفيش حاجة بتيجي. يعني عمال بقدم حتى على تدريب، مفيش شركة بترد عليا. ما دخلتش انترفيو، واللي محظوظ شوية دخل انترفيو وما عادوش كلموني تاني بعد الانترفيو، مع اني كنت مقدي كويس. طيب دي محتاجة تتقسم لأكتر من حتة. هسألك سؤال، انت بتقدم بقالك قد ايه؟ عدى اكتر من شهرين ثلاثة؟ طول ما انت في الرينج ده انا شايف في الطبيعي، وممكن اكتر. هي اصعب حاجة هي دخول اول شركة. بعد كده الموضوع باذن الله ربنا بيسره، وتلاقي نفسك بتنتقل من شركة لشركة. وكده كده حتى لو انت شغال في شركة ومش مرتاح شوية، فانت شغال وفي دخل بيجيلك، وبتقدر بعدها ايه لما بيجيلك فرصة كويسة بتنقي براحتك من الاخر يعني. طيب انا دلوقتي جالي فرصة، لكن حاسس ان الشركة هتستغلني. يعني انا ايه، دخلت قدمت والحمد لله اخيرا حد رد عليا. لكن دول رحت سالت على الشركه، قالوا لي الشركه الانفايرمنت مش كويسه، المرتبات مش كويسه. اعمل ايه؟ ادخل عشان ابقى دخلت شركه واتعلم فيهم من الاخر، ولا ما ينفعش عشان نفسيتي؟ طبعا هي ليها حد معين. يعني هي لو شركه سيئه جدا 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 و- والتعامل يعني فيها غير ادمي، طبعا اوعى تروح. لكن تاني حاجة بتختلف من شخص للتاني. يعني ايه تختلف من شخص للتاني؟ يعني في واحد يتحمل الضغط، ضغط الشغل، ضغط الشغل الاوفر كمان، وعنده استعداد يشتغل في بعد الوقت بعد الثمان ساعات بتوع الشغل يعني، وكل ده، وما عندوش مشكلة في ده. فده انا اقول له روح، يعني روح معلش. هي في الاول وبتبقى الفترة الاولانية كلنا بنتعب فيها، وبعد كده ربنا بيسهلها. لكن اعتبر نفسك بتتعلم فيهم. يا عم بيدوني مرتب قليل قوي قوي، يا عم ده ما بيدونيش اصلا مرتب، ده تدريب. ده قالوا لي 3 شهور وبعد كده هنزودك، وجينا بعد ال3 شهور لقيتهم بيقولوا لي مرتب قليل جدا. هسألك سؤال واحد، انت عندك فرصة تانية؟ يعني انت لو قعدت من البيت، لو قعدت في البيت هيبقى عندك فرصة تانية؟ يبقى الحل ايه؟ الحل ان انت تتعلم فيهم، وبص لها كأنك انت اللي بتستغلهم، مش هما اللي بيستغلوك. وانت عارف ان هما بيدوك شوية ملاليم زي ما بنقول كده، مقابل ان انت بتخلص لهم شغل وبياخدوا من عليه فلوس كتير جدا. لكن قول لنفسك انا بتعلم، انا جوه شركة على الاقل، انا عارف الشركة بتمشي ازاي. حتى لو شركة زي ما بنقول كده تحت بير السلم، اديني بتعلم فيهم. بعرف التكنولوجيز اللي بيستخدموها، بعرف ازاي اكلم الباك اند، بعرف الباك اند، بعرف ازاي اكلم الديزاينر، بعرف اتعامل، بعرف. يعني يكفي ان انت بتروح مثلا تقعد 8 ساعات شغل، عارف يعني ايه شركة، عارف يعني ايه تتعامل مع ناس. كل دي حاجات مفيدة جدا. ويعني اول شركة، يعني انا لسه فاكر اول شركة رحتها، وفكرة ان انا اقعد 8 ساعات دي على يعني قدام لابتوب وشغال مع ناس في نفس الأوضة وبتاع. انا كنت متعود اشتغل مع نفسي في البيت. فكل دي سكيلز انت بتكتسبها. فما تقعدش تقول لنفسك لا وانا اقعد احسن ومش يعني يكفي ان انت هتشتغل على مشاريع وتضيفها في السي في بتاعك. ما هو كده انت بتستثمر في مستقبلك برضو. انا مش عاوزك تضيع حقك وتاخد فلوس قليله، بس في نفس الوقت انت لو قعدت مش هتتحرك من مكانك. يعني عما يجيلك فرصه كويسه في شركه كويسه مره واحده دي، يعني نسبه حدوثها قليله. فانا بفضل الاسلوب ده، اشتغل، ما تقعدش. يعني ما تقعدش باي طريقه من الطرق، ما حاول تشتغل. جالك بروجكت فريلانس والراجل طالب فيه مبلغ قليل جدا، بس إن ده مشروع كبير وهتستفاد منه، وهتلاقي نفسك هتعمل انتجريشن مثلا مع البيمنت، وهتعمل انتجريشن مع اكتر من حاجه، وفي حاجات ادفانسد ما اشتغلتهاش. بص لها ان انا بتعلم فيه. يعني انا بتعلم في الناس دي عشان اقوي نفسي قدام. بس فهو ده كان فيديو النهارده، يعني كنت حابب اوضح لك بس. آه انا اتكلمت في موضوع تاني، فكره ان انا بتعلم في الشركه وكده. لكن انت لسه في حته ان انت عمال بتقدم على شغل ومفيش حاجه بتجيلك. لكن اختصارا يعني الموضوع كده كده
هيجي لك فرصه ده ان شاء الله، يعني باذن ربنا. يعني كده كده هيجي لك فرصه طالما انت ما زلت مستمر. شهر اتنين تلاتة اربعة ما تقلقش. لكن اوصل عند ليفل وابدا بقى. بص يعني ايه اللي انت بتبعت لهم دول، بعد فتره بعد تاني قول لهم في اي فيدباك. هيقولوا لك مثلا انت عندك نقص في الخبره في الحته الفلانيه، تذاكرها. دخلت انترفيو حسيت ان في حته معينه انت ما اديتش فيها كويس، عيد فيها تاني وذاكرها تاني. السي في بتاعك نفسه حسيت ان هو مش كويس، ابدا شوف بقى على اليوتيوب في ناس بتشرح ازاي تعمل السي في بتاعك كويس. ابدا شوف ايه الحاجات اللي ناقصاك في السي في، او ايه الحاجات اللي بيدوروا عليها في السي في، وابدا اضيفها. فاهم قصدي؟ لكن ما تبطلش تقديم لغايه ما تدخل شركه. بس هو دي الخلاصه. اشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي.